حامل لقب أمجد البطولات الإفريقية الأهلي رحل صوب الجزائر العاصمة بحثا عن تحقيق فوزه الثالث في دوري الأبطال. الغاية ذاتها هي هدف شباب بلوزداد الذي يدخل اللقاء أملا في تعويض الهزيمة الثقيلة التي مني بها أبناء العقيبة في القاهرة. المغربي يحيى عطية الله أرسل أول إنذار في المواجهة على مرمى أصحاب الأرض وكرته تلمس الشباك من الخارج. أخذ رامي ربيعة زمام المبادرة هنا، انطلق قاصدا مرمى الخصم، لم يجد مقاومة تذكر من أصحاب الأرض، سدد كرة بعيدة عن إطار المرمى. رامي حاول مرة أخرى، هذه المرة برأسه، ومصطفى زغبة يحافظ على التساوي في النتيجة. شباب بلوزداد حاول أن يستفيق في نهاية الشوط، مايو بحث عن التسجيل من دون فائدة. الفصل الثاني من المواجهة العربية دخل إليه أبناء العقيبة بهدف واحد، هو تعويض ما فاتهم في الشوط الأول. بحث بالخير عن رأسية تمنح فريقه التقدم، وإمام عاشور يلعب دور المدافع عن مرماه. استعان عبد القادر عمراني بالمخضرم اسلام سليماني عله يمنحه التقدم. سليماني حاول أن يشكل الخطر على مرمى الأهلي، والدفاع يشكل حصنا منيعا أمامه. تناقل لاعبو الأهلي الكرة فيما بينهم علهم يجدون ثغرة تمنحهم التقدم، ولكن دون جدوى. ضغط شباب بلوزداد بحثا عن التسجيل في اللحظات الأخيرة. تسديدة هادي الشعبي التي ارتدت من الشناوي وجدت نوف الخاصف الذي أودعها الشباك ليتقدم الفريق الجزائري بالنتيجة. في النهاية حقق أبناء العقيبة ما جاءوا من أجله، وجرعوا حامل اللقب خسارته الأولى في البطولة. احنا كيما ما يخفالكش، احنا خسرنا بسبب سداسيه في مصر، مي جوزنا اسبوع ضغط، فيه ضغط كبير. ماشي موالفين نخسروا بهذا الاداء وبهذا النتيجه. الحمد لله اليوم بينا الجماهير وبينا كاع الناس باللي ما نستاهلوش هذيك الهزيمه، والحمد لله اليوم جبنا 3 نقاط، هذاك هو الاهم.